بعد 5 شهور من تجربه الباباز النهارده حصل حاجه انا ما كنتش متخيلها. تعالوا نشوف حصل ايه. فاكرين لما جبنا زرعه الباباز وجربنا نسقيها لمده اسبوعين ميه كتير؟ قلنا ساعتها ايه اللي ممكن يحصل. الزرعه كانت خضراء وجميله، بس بعد ما كترنا الميه خلال اسبوعين بدات تتحول من كده لكده، وطبعا الورق اصفر والساق اسودت وكانت بتموت حرفيا. ساعتها عرفنا ان الزرع صعب يموت من قله الميه، لكن سهل يموت من كتر الميه. ايه اللي حصل بقى للشجره بعد كده؟ كل اللي انا عملته ان قللت الري للنص وسبتها تستريح اسبوعين، وبعد اسبوعين طلعت ورق جديد وبقت كويسه نوعا ما، وجه الوقت ان احنا ننقلها. وده البيت الجديد. تعالوا يلا نبدا ننقلها. هنبدا نكسر القصيص اللي بره عشان نحافظ على الجذور لانها حساسه حبتين. بعد ما خلصنا هناخدها ونحطها في البيت الجديد. واهم حاجه وانت بتنقلها هو نوع التربه. الباباز بيحب التربه الخفيفه اللي ما فيهاش املاح، والتربه اللي انا بستخدمها بيتموس على كومبوست وشويه من البرلايت اللي هو البتاع الابيض الموجود في التربه ده. واهم حاجه بعد النقل هو الري وبكميه كبيره عشان ما تاخدش صدمه. بعد ما نقلتها هسيبها وارجع لها لما افتكرها، لحد ما في يوم بعد 3 شهور لقيتها بالمنظر ده. بص سبحان الله، حجم الساق كبر خالص، طلعت اوراق جديده. ومش بس كده، واتفاجئت لما لقيتها مطلعه زهور. والمعلم اللي بجد اللي هيعرف الزهور دي ذكر ولا انثى. سبحان الله بجد، من زرعه فكرتها انتهت كبرت وطلعت زهور.